إلغاء الهبوط مرتبط بعودة النادي الأهلي للجنة الأندية مرة تانية؟ ده قرارنا احنا، ده قرار النادي الاهلي، عدم الغاء الهبوط، لانه ده بيدمر الكرة المصرية. واللي شفته النهارده من الساده اعضاء لجنة الاندية ان كلهم، وزي ما قال الاستاذ محمود الشامي، في 11 جواب من الاندية بيطالبوا بعدم الغاء الهبوط. ما ينفعش انه في ظروف زي اللي كانت حاصله ان انا اجي قبل الدوري باربع خمس اسابيع في 8 انديه مهدده بالهبوط. طبعا كله هيطالب بالغاء الهبوط، وهذا يضر الكره المصريه. عايزين الكره المصريه تتقدم، عايزين نبتدي نشوف مصر في كاس العالم، عايزين نبتدي نشوف كوره حقيقيه ورياضه حقيقيه في مصر، دون الالتزام باللوائح والقوانين ووضع لوائح وقوانين تظبط عمل هذه اللجنه ولجنه الانديه او رابطه الانديه المحترفه، فلن يكون هناك تقدم. محمود بيه، كيف يعود الدوري من مجموعة واحدة وأزمة النادي الأهلي والمصري ما زالت مستمرة؟ ما انا جاوبت على السؤال ده 4 مرات لحد دلوقتي. ليس هناك ازمه بين النادي الاهلي والنادي المصري. احنا عندنا كارثه مروعه راح ضحيتها 72 شهيد من اولادنا في بورسعيد. هذه القضيه منظوره امام القضاء، ما يحكم فيها القضاء لا نستطيع التدخل فيه. حقوق شهدائنا لابد ان نحافظ عليها. قرار مجلس الاداره السابق بعدم اللعب في بورسعيد لمده 5 سنين قرار لابد من احترامه. المجموعه الواحده بالاهلي والمصري، ليس هناك عداء بين النادي الاهلي والنادي المصري، ليس عداء بين مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي المصري. ما ينفعش نقول انه شعب القاهره ضد شعب بورسعيد، ما تمشيش. فيبقى اذا احنا بنتكلم على انه لحل هذه الازمه ولحين التغلب على العوائق النفسيه في هذا الموضوع نلعب الماتشين على ارض محايده وبدون جمهور، وما عندناش مشكله. أكيد جماهير النادي الأهلي بتنتظر منكم الكثير بشأن الصفقات الكثيرة، وأيضا المدير الفني الجديد مصري أم احنا مش أجنبي؟ محتاجين صفقات كثيره، بالمناسبه احنا لا نحتاج صفقات كثيره. احنا عندنا قوام فرقه قوي جدا، عندنا ناشئين رائعين، المستقبل امامهم واسع جدا، واعتقد ان احنا كلنا شفناهم في الماتش اللي فات. حاجه مشرفه وحاجه تبعث على الامل. احنا في مرحله احلال وتجديد، والناس كلها عارفه هذا الكلام، انه فرقه النادي الاهلي في مرحله احلال وتجديد. انما التخطيط الجيد والاداره الفنيه لقطاع الكوره بتختار الصفقات التي تريدها في المراكز التي تريدها. احنا مش داخلين مزادات بنلم لعيبه، احنا مش ده اسلوبنا ومش ده اسلوب النادي الاهلي. احنا بنجيب اللعيب اللي احنا محتاجين له في المركز اللي احنا محتاجين له. فالصفقات التي نريدها سنحصل عليها ان شاء الله. المدرب والاجهزه الفنيه طبقا لتقرير قطاع الكوره هناخد قرار في مجلس الاداره ان شاء الله. أخيرا، كيف يرى المهندس محمود طاهر مباراة القمة المرتقبة ما بين الأهلي والزمالك في افتتاح الدورة الرباعية؟ بتمنى انها تبقى مباراه كويسه وجميله وتتمتع بالروح الرياضيه، لانه يعني مش محتاج ان انا اقول ان الرياضه غالب ومغلوب، وانه الكوره كانت تمر بظروف والبلد كلها كانت تمر بظروف سيئه. عايزين نخرج من هذا الموضوع بروح رياضيه كويسه، ايا كان الفائز وايا كان المهزوم. وبتمنى ان الاهلي هياخد دوري السنه دي ان شاء الله. فوز الأهلي بالدوري يعني استمرار فتحي مبروك مدير فني الموسم آخر؟ فوز الاهلي بالدوري ده فوز طبيعي لا يعني اي شيء، لانه الاهلي معتاد على الفوز بالدوري ومعتاد على الفوز بالبطولات. فالقرارات بتاعه الاجهزه الفنيه واللعيبه دي بتتم بناء على دراسه مقدمه من قطاع الكوره الى مجلس اداره للموافقه عليها.